بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. دائما مع التحليات. الله يحل ايامكم ان شاء الله. اليوم راح ندير لكم تحلية بنينة وخفيفة، وقد ما تاكلوا منها ما تشبعوش. صدقوني راح تجي معتدلة في الحلاوة وبمكونات بسيطة. نروح الان طريقة التحضير. جبت هنايا مول، وجبت انا هذا النوع تاع الكاطو برينو، ونحاول نستف الحبات ورا بعضها. انا نحبو يجيني مقرمش، نتوما تقدروا تغطسوه في الحليب وتحطوه في البلاطو. من جهه اخرى نجيب 1 لتر تاع حليب نفرغو في طاوه، ونزيد له 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني. حاولوا تستعملوا نوعيه الجيده. وعندي هنا 2 مغارف كبار سكر، ونزيد له 4 مغارف كبار نشا. كما راكم تشوفوا راهم معمرين مليح. نزيد رشه تاع ملح ونخلط مليح. هنا ندي نحطه فوق النار ونبقى نحرك فيه حتى يولي يشكل فقاعات. هنا نطفي النار، نزيد له 200 غرام تاع شوكولا بالحليب، ونزيد له مغرفه كبيره تاع الزبده، ونخلط مليح. هنا نجي نفرغو فوق الكاطو اللي كنت وجدته من قبل. حاولوا تكبوه بشويه برك باه ما يفسدلكمش الحبات من بلايصه، عفوا باه ما يتحركوش. هنا نجيب البلاستيك ونغطيه من فوق باه ما يديرلناش القشره هذيك، وكي يبرد ندخلو للثلاجه. نجي هنا نوجدو طبقه ثانيه. عندي هنا 2 علب تاع لايورت او فلون كراميل، ونزيد لهم 2 علب كريم شانتي تكون بارده بزاف. انا ما حطيتها من قبل في الكونجيلاتور مده نص ساعه، ونضربهم مليح. شوفوا القوام تاعها كيفاه يولي. هنا نحطها في كيس بلاستيكي. بعد ما بردت نجي نحي لها هنا البلاستيك، ونشكل وردات صغار كما راكم تشوفوا هنا. هنا نزيد لها شويه تاع مكسرات. طبعا التزيين يبقى اختياري، ديما نقول لكم ديروا واش حبيتوا. وهاي تحليه واجده. سلام.